اعزائي المتابعين، معاكم خالد عبد الواحد وحلقه جديده من ساكسونيا، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. الصراحه انا محرج اتكلم في موضوع النهارده لانها مشكله عندنا كلنا، ولحد دلوقتي محدش قدر يكسر القاعده دي ويلاقي لها حل، وهي المشكله الابديه اللي بنواجهها كلنا في رمضان، واننا عايزين نفطر يوم مع بعض. انا لما حد بيقول لي الجمله دي بقعد اضحك انا وهو، عشان عارفين ان ده مش هيحصل، بس زي ما نقول كده واجب في رمضان ولازم نعمله، اللي هو نفطر يوم مع بعض. ماشي طبعا، وبنودع بعض بعديها لانها اخر مره هنشوف بعض في رمضان. مش هشوفك تاني يصير حي لا. طبعا الكلمه السحريه اللي بتوقف الحوار ده هي ظبط وكلمني. دي لو قلتها خلاص انت واللي بتكلمه بيجي لكم اكتفاء ذاتي وتقفلوا المكالمه مبسوطين، وسنين تعدي ومحدش كلم التاني، بس احنا في الامان طالما قايلين الكلمه السحريه ظبط وكلمني. وفي مشكله تانية بنواجهها برضو للاسف، بس دي مش عشان مش عارفين نتقابل، لا دي عشان للاسف اتقابلنا في الفطار العائلي السنوي. وهنا بتظهر اكبر مشكله عند البلد المستضيفه للعزومه الدوليه برئاسه امي، اللي بتسبب لنا رعب وخوف كل سنه، وتلم البيت كله بالحلل بالمعالق والاطباق حواليها وتفكر معاهم هنعمل فطار ايه اليوم ده. بعد ما ربنا يكرمنا ونستقر على الفطار ونعمله والعيله تبدا تيجي ويجي وقت الفطار، هنفطر اخيرا، المدفع بيضرب، رامز بيخلص، والتراويح بتبدا، واحنا لسه ما فطرناش عشان خاله ومراته وعيالهم لسه ما جوش. وكل ده عشان ايه؟ عشان في واحد في القناطر الخيريه بيعمل كنافه بالمانجا لازم يدوقونا منه. ابو تقل دم امك. بس هقول له ايه يعني؟ الحمد لله على السلامه يا خالو يا حبيبي، نورت والله، تعبت نفسك. بس فطار العيله بيبقى حاجه جميله برضه، ورمضان كريم عليكم.